ورحمة الله وبركاته. معكم محمد الكهربائي، واليوم شرحنا بسيط إن شاء الله جدا عن كيفية إعطاء الخلاطات. هاي نوعية هاي الخلاطات أكثر هندي يطلعن عطلة. شوف عندنا هاي عاطلة ما قاعد تشتغل، عندي. راح نفتحها ونشوف شنو الخلل بيها، وإن شاء الله نفتحها ونرجع لكم. طبعا هسه فتحناها احنا، وراح نشوف هذا داخلها. راح نشوف وين الخلل. اول شي نفحص الواير، خاف الواير بيقطع، بعدين نفحص الملف، وبعدين نشوف وين الخطأ. خاف بالدق مال الزر، ونفحص لكم اياها ونرجع لكم. طبعا رجعنا لكم، وكثر الفحص الواير ما بيشي فحصناه عن طريق الاميتر من هاي ومن فحصناه عن طريق الاميتر، ما بيشي الواير دخول. عندنا طلع الخلل بهاي، لان فحصت منها وجود كهرباء، منها الخروج ماكو. هاي اللي تقعد عليها الدولكة مالت الخلاط، ما قاعد تقعد عليها. شوف عاطلة، ما قاعد تقعد. راح نربطها مباشر، لان هاي ماكو بالسوق. هاي اكثر الخلاطات الصينية ما موجودة. راح نربطها مباشر ونفحص الكاميرا ان شاء الله تشتغل. طبعا هسه احنا رجعنا لكم، ربطنا. شوف مباشر ربطنا، لغينا هاي الدقمة. احنا نشيلها مؤقتا بس راح نشوفكم شو راح تشتغل. شغالة ما بيها شي، وراح نربط ونكمل ونراجع لكم ان شاء الله. وطبعا هسه رجعنا لكم، بدنا نضب بيها. كملنا شغل، نشد بيها. اخر شي قفلناها. ما يصير ضغط قوي، هذا صيني بسرعة ينكسر عندك. كله صناعي، ماكو شو اسمه اصلي. هسه راح اشوفكم شلون نفحصها. اعطيناها طاقة كهربائية، شوف من هاي البلك مالتها. هسه طبعا راح نفحصها. شغالة. طبعا هسه شوف ربطناها، شغالة عندك. شوف. شكرا جزيلا لاشتراككم في قناتي. تحياتي، معكم محمد الكهربائي. اي استفسار اتصال على الرقم او الواتساب او الفايبر. تحياتي، معكم محمد الكهربائي.